الزمالك وغزل المحله الدقيقه 20 2-0 لغزل المحله. عاش قوي 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 يا غزل يا محله يا عالمي يا عالمي. احسن حاجه ايه الجون التاني بص احمد الشيخ ادى واحده كوبري الرؤى يا جماعه. هي لعيبه الزمالك كلها ما فيهاش بنيه تحتيه ولا ايه؟ على طول اداله بص واحده كده عداها من بين رجليه اداها للمهاجم اوب حطها في عواد 2-0. والاولاني برده جول كان انفراده كان شك ان هو فيه تسلل بس الفار حسب الجول. احسن حاجه في الماتش عجباني يا جماعه ايه بقى؟ ان احمد سيد زيزو كل ما حد يمسكه طهق يقع يقوم باصص اول ما يقوم عامل ايه باصص للحكم. اول ما يقوم قاعد باصص للحكم. ايه يا عم زيزو هو عشان كريتنبرج مشي ولا ايه ظروفك؟ 2-0 ربنا يكمل ان شاء الله يسهل كده ايه ويخلص الماتش اكتر من كده كمان. بلال علام بيقول شكل الزمالك هجومي صراحه يا جماعه احسن من الماتشات السابقه. يعني ايه شكل الزمالك هجومي وينقصه اللمسه الاخيره؟ يعني ايه شكل الزمالك هجومي احسن من الماتشات؟ الزمالك مسكوك 2-0 يعني انا يعني ايه شكل الزمالك الهجومي احسن من الماتشات السابقه؟ الماتش الزمالك عامله زي الطين مهزوم 2-0 يبقى ازاي هو احسن؟ يعني انا مش فاهم هو بدال علام ده بيقول ايه؟ هو احنا يا جماعه ما بنتفرجش على كوره؟ يعني انا مش فاهم انا ايه ده؟ يعني ايه عامل ماتش هجومي احسن من الماتشات السابقه؟ ما يعني في توازن المفروض بين الهجوم والدفاع. تقدر تقول ان هو عمل ماتش هجومي كويس لو في توازن بين الهجوم والدفاع، لكن مسكوك 2 فاكيد هيطلع يهاجم بكل اوراقه. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ مصطفى شلبي جاب جول عايزين يحسبوه. بص يعني لو حد ما بيتفرج لو حد بيدي ظهره للماتش هيعرف ان الكره اللي جت لمصطفى شلبي اوف سايد. الملفت في الموضوع ان لعيبه الزمالك راحت اتلمت على مين؟ على الحكم والنبي وشوفها وبص الجزيري وعمر جابر وامام عاشور ودونجا وزيزو بص كلهم قاعدين ورا الحكم وهو اوف سايد. يعني عايزين تحسبوه جول بالعافيه؟ انا مش فاهم انا ايه ده. يعني انا مش فاهم ازاي يعني وفي الاخر برضو مش جول. اي حد شايفها مش جول اي حد يعني. والنبي جول عشان تعرفوا ان انتوا فرقه فاضيه عشان تحسبوا جول مش بالحق. انت لو فريق واثق من نفسك خلاص اوف سايد تمشي مش تقعد غصب عن الحكم هيحسبها لك جول. واثق من نفسك خلاص عارف انك ضيعت هتجيب تاني هتجيب تالت هتجيب رابع عادي اوف سايد. لكن انت ما بتتكلمش في فاول ولا بلانتي ولا انت بتتكلم في اوف سايد. فانت لو واثق خلاص عدي يا جماعه يلا الكره اللي بعدها. لكن كل دول عشان تحسبوا ان الكره جول غصب عنه مش هيحسبها لك غصب عنه. هو ما فيش حد يعني هو احنا يعني هنسكت كاهلاويه مثلا؟ الشوط الاول بنتيجه 2-0 واحد جابرييل لاعب متألق. جابرييل ده لعيب جامد قوي والتاني نادر. يا جماعه بص برضو بعد انتهاء الشوط الاول الجهاز الفني لنادي الزمالك راح للحكم برضو راح للحكم واتجمع. انا مش عارف بيعترضوا على ايه يا عم انت وحش. 2-0 يا معلم الشوط الاول راح يعترض على الحكم. بتعترض على ايه؟ على اوف سايد؟ انت ما جالكش غير الكوره دي بس اللي انت اعترضت عليها. برضو كل الجهاز ومدرب حراس المرمى واسماعيل يوسف ومش عارف مين اداريين واقفين ورايحين يعترضوا على الحكم. ما تلعب يا معلم كوره في الملعب. هو انت لازم تاخد فوز بالحكام يعني؟ بس انا والله العظيم مبسوط. عشان تعرفوا انتوا بصوا ده مستوى ما تقولوا ان ده مستوانا. زيزو ضربة جزاء بيجيب الجول الاول. انا احسن حاجه ايه لما الجزيري وقع؟ هي ضربة جزاء يا جماعه على فكره يعني عشان انا ما بتقولوش ان انا بعترض. بس زيزو الجزيري لما وقع عمل ايه يا عم انت في ايه؟ وزيزو جاب الجول. على فكره يا جماعه الفار متعطل. الفار متعطل ماشي. هما لسه بيقولوا اهو بلال علام لسه بيقول اهو ان غالبا الفار متعطل. المهم دلوقتي النتيجه 2-1 على عكس سير اللقاء. صراحه انا شايف ان غزل المحله هو اللي يستحق الفوز يعني. بس دلوقتي 2-1 لمين؟ لصالح ايه؟ غزل المحله. ان شاء الله دلوقتي الزمالك كله يهجم. هنشوف بقى دلوقتي غزل المحله لازم يستغل الضعف الدفاعي الموجود في نادي الزمالك لان الجونين اللي جم بتوع غزل المحله غلطه دفاع. كان الدفاع كله كان فيه 5 يا جماعه كلهم على خط واحد وخصوصا في الجول الاولاني والثاني. الفار رجع في الدقيقه 74. طبعا بدال علام اللي بيقول الفار رجع. يا جماعه مش ملاحظين حاجه الدقايق اللي فاتت الزمالك مستحوذ وماسك كوره بس يا جماعه مفيش كوره ما فيهاش اعتراض على الحكم. يعني انا شايف كوره بتتلعب واعتراض على الحكم. مش عارف مين زيزو اعتراض على الحكم. مش عارف مين الكوره حاطط ايده ورا ظهره اعتراض على الحكم. عايزين بلانتي. مفيش الا الاعتراضات بس اعتراضات. معلش يا جماعه معلش الهزيمه وحشه برضه. برضه الدقيقه 83 كانوا عايزين ضربه جزاء. يا جماعه يا الزمالك ده ما بيعرفش يجيب جوال الا ضربات جزاء. على فكره ده بيبقى نفسيا جوه اللاعب. يعني هم من يقينهم من جواهم بقى لهم 6 7 ماتشات ما بيعرفوش يجيبوا اهداف غير بضربات جزاء.
وبعدين انا عايز بس الفت نظر مدرب غزل المحله لحاجه يعني. يا عم الكره محفوظه، زيزو اللي يديها يا اما امام عاشور يا اما يديها دونجا بره ال 18 ويشوطوا. يا عم ما حد يقابلهم من اللي حد يقابل اللعيبه دي يا جماعه وهي جايه تشوط يا جماعه. مش فاهم برضو يعني، انا بس بلفت نظر غزل المحل هيموتوا وياخدوا ضربه جزاء، هيموتوا. هيحصل لهم حاجه يا جماعه. ما هم ما بيعرفوش يجيبوا يا جماعه جوال غير بضربات جزاء يا جماعه. مهند معلش واحده والنبي يا مهند. غزل المحله بيفوز على الزمالك. 2-1 يا جماعه. غزل المحله يفوز على الزمالك بنتيجه 2-1. يلا حبيب قلبي بالشفا. شكل يا جماعه ايه مرتضى منصور هيطلع ياخد قرار اللي هو كان مأجله لبعد ماتش فاركو عشان فيريرا ياخده دلوقتي حالا. الثانيه ده مرتضى هيطلع ايه ياخد السرقه دي. القرار ده دلوقتي حالا هياخدوه دلوقتي. بص يا جماعه والله العظيم والله العظيم سيبك من كوره، اقسم بالله ده عدل ربنا. عشان رئيسهم امبارح رئيس الزمالك مرتضى منصور ما سابش حد فيكي يا مصر يا منظومه كوره ما غلطش فيه، وشتم ولعن وخد في اعراض شتم عماد متعب بالعرض. وما جابش العيب ان فرقته فرقه فاضيه ما بيلعبوش. ده الجونين بتوع غزل المحله لعيب دفاع الزمالك كان على خط واحد 5، ده في كوره منهم في 5 في الدفاع على خط واحد اتضربوا بمنتهى البساطه، والجول بتاعهم جه من ضربه جزاء. ما تعترف يا مرتضى او انت ومنظومتك الاعلاميه هزازين الرؤوس ان انتوا فرقه فاضيه وعندكم عيوب، ومدربكم اللي كان فيريرا اسطوره الاساطير المجنح الجامد اللي بيطير اللي بيطلع نار من بقه كان بيعترض على الحكم عشان الوقت بدل ضايع. اعترف، لكن تغلط في الاعراض وتشتم في الناس وتغلط في الناس عشان ما تجيبش الغلط على نفسك وعلى لعيبتك وعلى منظومتك اللي انت معينها في عندك في نادي الزمالك. سؤال تاني، السؤال اللي بتاع كل ماتش، فتوح وعبد الله جمعه فين؟ فتوح وعبد الله جمعه فين؟ ما حد يرد علينا يا جماعه، حد يرد علينا. بالشفا 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 حبايب قلبي.